السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا هعمل دلوقتي معاكم ايه الطحينة. دي الطحينة، كوباية سمسم، وكوباية سوداني، فول سوداني يعني، وكوباية زيت. دي المقادير بتاعتها. امسكهم محمصهم على اولا، امسكهم محمصهم على البوتاجاز لما يحمصوا، وبعدين اطحنهم في الايه، في المفرمة بتاع بتاع. هي ايه، مفرمة، هي الوحيدة كده، المفرمة الوحيدة بتفرم السمسم، وبتفرم السكر والحاجات دي. انا بحمصهم اهو. دي عمال الطحين، بعملهم اهوتي، بحمصهم على البوتاجاز اهوتي. كوباية سوداني وكوباية سمسم ابيض، سمسم ابيض، عشان الطحينة تبقى ايه، بيضة وحلوة. وهنقوم عاملينهم ان شاء الله. احمصهم، وبعد كده اقوم ماسكاهم في الكبة، طحناها في المطحن. وبعد كده اقوم حاطه ايه، كوبايه الزيت، نص كوبايه زيت، وسايباها في الخلاط تقعد تضرب، تعمل شويه اكتر لما تبقى تبيض الزيت، يبقى ابيض كده. وبعدين اقوم حاطه ايه عليها السمسم والسوداني بعد ما اكون ايه طحنته. وبعد كده اقوم عامله فيها ايه بقى، اقوم حاطه بقيه كوبايه الزيت تاني، واسيبه يقعد يدعك في الخلاط شويه اكتر لما تبقى ناعمة وحلوة، واحد يحس اللي هي ايه، بقت ناعمة وحلوة كده وكده. اقوم ماسكاها بقى ومفرغاها، وهسيبها عندي بقى لما عوز اطلع منها الغداء، او اطلع منها نحتاج منها اي حاجة. الطحينة بتتحب على كل حاجة، وعلى العسل، وعلى كل حاجة. محدش بيستغنى عن الطحينة. ده احنا بنشتري البرطمان ب35 جنيه، قد جوز غطقوط يعني ايه. ديت لما تعملها في البيت هتوفر لك، وهتبقى ايه، احسن من اللي جايه جاهزه. بقى انا ما حطيتلهاش فيها دقيق، هي بتحط فيها دقيق، بس انا ما حطيتش فيها دقيق والله. انا حطيتها كل المقادير اللي انا قلت عليها دي بس. كوبايه سمسم، كوبايه فول سوداني، وكوبايه زيت. دولت ايه يعني. انا جبت ربع كيلو سمسم وربع كيلو سوداني، قسمتهم على مرقعة. ان شاء الله المره الجايه اعملها برضه بقيتهم، هعمل بقيتهم. دي ايه دي الطحين، انا عاملاها كده وخلاص. والمقادير بقى بتاعتها وخلاص، وما فيش حاجه الا كده وخلاص. هتحط في الخلاط بعد ما تخلص بقى. اسيبها في الخلاط تضرب في بعضها خالص لما تبقى ايه، ناعمه خالص، كريمه كده. وبعد كده اقوم مفرغاها في برطمان، وعينها بقى، انا عيناها في التلاجة وهي بتدخل بعد كده بتدخل، تبقى تحط عليها ايه، مع شويه خل وليمون. لما تيجي تعملي شويه خل وليمون و... وكمون فصان توم وكده، عشان ايه وتخففوها بيها كده، عشان تبقى ايه، تحطها في الاطباق بقى مع الغدا اللي انت عاوزة تاكليها بالليل، ساعة الغدا، في اي وقت يعني، بتبقى جميلة والله. انا بحب الطحينة اصلا، بحبها على كل حاجة، وبحب اغمس بها اما يكون كفتة كده ولا حاجة باللحمة، اعملها كده السبع في الطحينة واكل. بحب انا دي، وانا عاملاها يعني حاجات سهلة وبسيطة، مش مكلفة والله العظيم. تيجي تدور، الواحد يدور الارخص من الواحد اما يشتريها جاهزة. دي عمايل الطحينة. وكوباية الزيت، زيت كريستال، عشان زيت التموين بيخلي لها ريحة، لازم يكون زيت كريستال. انا جايبة ازازة زيت كريستال، وخدت منها كوباية، وعنت بقيتها عشان نعمله بقيت التاني اما اجي اعمله يعني، ان شاء الله. وكده ايه، عمايلها سهلة وبسيطة وكده. الطحينة مفيش فيها حاجة صعبة ولا حاجة. دي عمايل الطحينة. في ناس بتحط لها دقيق، وانا ممكن احط لها دقيق برضه، بس انا ما حطيتلهاش دقيق الدرد. بعد كده ابقى احط لها شويه دقيق برضه. في ناس بتحط لها دقيق، لازم الدقيق عشان ايه برضه اديها تخنيه شويه. بس انا عملتها الدرده من غير دقيق، ما حطيتلهاش دقيق. هبقى احط لها بعد كده معلقه كده ولا اتنين، طبعا ما تحتاج يعني. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس، وتشجعونا كده.
ماشي يا حبايبي. اشوفكم في فيديو جديد بقى، مع السلامة. وما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دي الطحينة بعد ما خلصت. مع السلامة يا حبايبي، الى اللقاء.